وازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل جولة مع بعضنا عن نجرب نأكل الزواحف اللي عندنا، ونبتدي نحط لهم مية في الجو الحر ده. اي كائن حي خلقه ربنا هو بيشرب، سواء العقرب سواء البرص سواء القنفذ سواء اي كائن حي او السلاحف، كل الكائنات بتشرب مية. فما ينفعش ان انت تربي كائن حي وتقول هو ما بيشربش ميه، لا كده غلط. وعموما حتى لو انت ما شفتوش بيشرب، انت بتوفر له الميه بتاعته بحيث ان هي ترطب المكان، او هو وقت ما يحتاج يشرب هيشرب. اول حاجه فتحنا عليها وهي انثى العقرب، عقرب ابو جنزير. دي من العقارب اللي سمها قوي شويه، ولكن يفضل ان احنا دايما ما نتعاملش مع اي عقرب بالايد، الا في انواع ضعيفه جدا السميه نقدر ان احنا ساعتها نتعامل معاها. اول حاجه بنوفر الميه في غطا مثلا بسيط بحيث ان هي تقدر تشرب منه وما تغرقش. وبعدين دي علبة الدود المستورد او الميل وورم، فهي من الديدان اللي بتخلينا بتوفر البروتين اللازم للكائن الحي اللي عندنا، سواء الزاحف او الطيور او الحيوانات عموما، ومفيدة ونظيفة. فاحنا هنجرب نديهم ميل وورم ونشوف هل هياكلوا ولا لأ. ادينا بنجرب مع بعضنا ونشوف النتيجة. طيب الميل ورم دوت بيتكاثر ازاي؟ لو احنا عايزين نعمل مثلا، لازم طالما ربيت كائن حي بيتغذى على الحشرات لازم تبقى موفر له الحشرات بتاعته. فالميل ورم دي بتتحط في علب وتتحط في علبه انها غاده تهويه، ونبتدي نحط لها فاكهه وخضار او حاجه تشرب منها الميه. زي ما انت شايف كده، خدنا الميل ورم وبدأنا نحطها لأنثى العقرب، بحيث ان احنا نشوف لو هي جعانة هي هتقرب منها وتقوم ماسكاها وتقوم واكلها. وهوريكم دوت في فيديو دلوقتي، لان احنا هي ساعتها هي مرضتش تاكل الميل وورم في الفترة دي. فغالبا هي داخلة على حاجة من الاتنين، يا اما هي حامل وهتولد، يا اما هي هتعمل مولد. فاحنا ما بنغصبش الكائن الحي اللي معانا ان هو ياكل، احنا بنقدم له الاكل بتاعه ونشوف هل هو عنده قابلية هيصطاد وياكل ولا لا. زي ما انتم شايفين هي اصلا في حالة هدوء تام، بحيث ان هي الله اعلم لسه هنشوف. فهي غالبا ممكن تبقى داخلة على بري مولت او هتبقى حامل، وده اللي هيبان الفترة اللي جاية. احنا بنقدم على قد ما نقدر زي ما انتم شايفين، ونشوف هل هي عندها استعداد ولا لا. ما بننفعش نغصب على الحاجة اللي عندنا بحيث ان هي تبقى تمام، وبنفس الوقت انت بتكون موفر لها الحاجة اللي هي عايزاها. ونشوف لو هتاكل تمام، مش هتاكل خلاص بنحط الحاجة وبعدين شوية ونقوم شايلينها، لان احنا ما ينفعش نسيبها معاها، لان هي لو ما كلتهاش، الميل ورم من الكائنات اللي بتاكل اي حاجة ممكن تقابلها، فممكن تصحى في يوم من الايام تلاقي الكائن الحي اللي عندك ميت، حتى لو العقرب دوت. بنبتدي نحط الدودة ونجرب ونشوف كلتها تمام، ما كلتهاش بنشيلها في نفس الوقت. العقرب من الكائنات اللي بيستخدم الكلابين اللي قدام دول ان هو يثبت الفريسة. زي ما انتم شايفين ده فيديو تاني كنت باكلها فيه، وبيبتدي يلدغ الحاجة بتاعته بحيث ان هي تبقى خلاص تتأثر بالسم بتاعها، وتبتدي هو يتغذى عليها. زي ما انتم شايفين كده، هسيبكم برضه تتفرجوا وانا معاكم. شفتوا انتوا هي كده كان عندها قابلية ان هي تاكل، وراحت ماسكاها بالكلابات وتبتدي تلدغ بالسم بتاعها، بالسن بتاعها، عشان تحط السم اللي هي محتاجاه عشان الفريسة تموت. وبتسيبها شوية، اول ما الفريسة بتبتدي تبقى حركتها قلت وتموت، خلاص بتبتدي العقرب ياكلها. زي ما انتم شايفين بتثبت بالكلابين بتوعها قدام بعضهم، وتديها اللدغة وتسيبها براحتها بقى تموت، او ان الفريسة ما تقاومش زي ما كانت بتقاوم في الاول، وبعدها تقعد بقى تاكل فيها. العقرب عندها زي ما انتم شايفين كده كلابي، يعني البق عنده فكين كده زي قدام بعضهم، سنين لفوق سنين في الجنب، بيبتدوا يقطعوا وياكلوا ويقطعوا ويدخلوا جوه البق بتاعها. طيب العقرب من الكائنات اللي هي بتحتاج توفير حرارة، فدايما في الحرارة هتلاقي ان الكائن الحي معاك تمام، وان هو قادر يبقى يتأقلم ويعيش حياته. انما في البرد هتلاقي عنده خمول، ولو انت موفرتش حرارة في موسم البرد او في الشتاء عموما، بتلاقي الكائن الحي بتاعك بيبتدي يبقى في خمول، بيبتدي يضعف وممكن يموت ما يكملش الشتاء. فدايما بنبقى عاملين حسابنا ان احنا في موسم الشتاء بيبقى فيه مصادر توفير حرارة للزواحف او الحاجة اللي عندنا، خصوصا ذوات الدم البارد، لان هي ما بتقدرش توفر الحرارة في جسمها الا عن طريق حاجات بتدفي. عندنا مثلا اللمبة السيراميك ديت لمبة بتوفر الحرارة بدون اضاءة،
دي بتبقى شغالة معانا طول الشتاء للزواحف وخصوصا السلاحف، علشان خاطر توفر لهم الحرارة، وفي نفس الوقت السلحفة او الكائن الحي عندنا ما يجيلوش التهاب رئوي او برد ويتعب، ونبتدي نحافظ عليه طول فترة الشتاء ويبقى بياكل. لأن السلحفاة طول ما هي جسمها دافي أو طول ما هي كويسة ودرجة الحرارة مظبوطة هي بتاكل. إنما لو حصل العكس ده ودرجة حرارها قلت بتبتدي تخش في خمول، ومتقدرش ساعات بتقاوم، المناعة بتاعتها بتبقى ضعيفة وممكن ساعتها تموت. زي ما انتوا شايفين كده، بص هو مسكها بالبق وبيبتدي بقى تاكل منها. احنا بقى بنسيبها براحتها لان هي بتاكل على مهلها، ما بتبقاش مستعجلة وفي نفس الوقت بتاكلش بسرعة. بصوا اول ما بنمسك العرب بيبتدي الديل، يعني بنمسكه بحاجة عشان خاطر القرصة بتاعته بتبقى صعبة شوية وخطر طبعا على البني ادمين. شفتوا انتوا اول ما هقرب لكم دلوقتي، اول ما بنمسك الديل بيبتدي يفرز العقرب السم بتاعه. شوفوا هي النقطة الصغيرة اوي اللي على طرف الديل، هقرب لكم منها شوية. هي النقطة الصغيرة اللي على طرف الديل دي، هو ده كمية السم اللي بتطلع من العقرب في القرصة الواحدة. ممكن مع كل لدغة يديك نقطة وهكذا. احنا كده قدمنا الاكل وجربنا معاها في الفيديو اللي فات وفي المرة اللي فاتت دي وما كلتش، فخلاص شلنا الدودة. وبعدين نخش مين على البورصة. شايفين هو فين؟ لاحظوا كده هو كده مستخبي تحت المخبأ بتاعه ده، لحق شجرة كده من بره خارجي، ومن جوه مفتوح كده تحت الرملة. هو بيبتدي يخش من الناحية التانية ويطلع ويستخبى فيه عموما، يعني بحيث ان هو يبقى حاسس ان هو بالامان. بنحط له صخرة وبنحط له غطا مية وبنحط له رملة وممكن نفرش بيت مص، بحيث ان الصخرة دي في وقت تغيير الجلد بيبتدي يحك جسمه فيها حاجة خشنة بحيث ان الجلد يتغير. طيب ليه الزواحف بتغير جلدها؟ عشان خاطر الجلد ده غير قابل للنمو معاها، فلما الحاجة الكائن الحي سواء البورصة او غيره بيكبر بيبتدي يطلع من الجلد القديم، وبيبتدي الجلد الجديد اللي تحتيه بيبقى جاهز ان هو يكمل معاه الفترة اللي هو تخليه لحد ما ينمو النمو التاني اللي بعده. احنا هنبتدي نحط الدودة ونشوف، ونفس الكلام هتبتدي هل ياكل ولا مش هياكل. الفترة دي كنت انا مأكلهم قبلها بكذا يوم، فهم الاتنين ما كانوش يعتبر جعانين، فاحنا بنجرب تاني وقلنا نصار مع بعضنا بحيث ان احنا نشوف. زي ما انتم شايفين بصوا هو اصلا مش مستعنيها خالص ومش شايفها قدامه. انما البورصة من الكائنات اللي شهيتها يعني مفتوحة دايما وبيبقى بيدور دايما على اكل، فلو هو جعان مش هيسيبها في ساعتها خالص. فاحنا بنبتدي نقدم الحاجة بتاعتنا، نقدم الاكل بتاع الزواحف ونشوف هل هو قادر ياكل او لا. وبعدين هو كده ما اكلش هنسيبها له شويه وبعدين نبقى نشيلها بعدين. وبعدين نخش مثلا على العنكبوت. عندنا عنكبوت صغير كده من العناكب اللي ممكن تلاقوها في البيوت، من العناكب اللي بتعمل شبك. هنجرب نقدم له الاكل بتاعه ونشوف هل هو هيبتدي ياكل ولا هيبقى عامل زيه. بس العناكب من الحاجات اللي انا كنت مش مأكلها بقالي فتره عشان خاطر ميبقاش اوفر فيدنج، ونبتدي نجرب معاه. العنكبوت دوت من الانواع اللي هو بيستخدم الشبك بتاعه في ان هو يصطاد الفريسة ويثبتها علشان خاطر ما تهربش منه، وهتشوفوا دوت معانا دلوقتي. وسبحان الله فعلا كل كائن حي ليه قدرته وليه طرقه الخاصة في ان هو يبتدي يصطاد وان هو يبتدي يتعامل مع الفريسة. ده عشان صغير شوية العنكبوت جبنا له ميل ورم او دودة صغيرة وهنجرب. زي ما انتم شايفين كده، سيبكم تستمتعوا باللي هيحصل ومع بعضنا، لو في تعليق هنعلق مع بعض. لاحظوا هنا ان اول ما مسك الميل ورم هو ما سابهاش في لحظتها، يعني الانياب بتاعته غارزه فيها، وبالديل بتاعه يعني بظهره من ورا كده مطرح ما بيغزل النسيج بتاعه او الخيوط، هتلاقي شوفوا هو عمل هيخليها كلها حرفيا تتثبت في لحظات. الفيديو ولا متسرع ولا متبطئ، هو دوت الطبيعي بتاعه. زي ما انتم شايفين بص برجليه بيبتدي يلف الخيوط عليها وبيغزل النسيج بتاعه عليها بحيث ان هي تتثبت خالص، ميبقاش في مجال للهرب، ويبتدي يا اما ياكل في ساعتها يا اما يسيبها لحد ما تموت وبعدين يفكها وياكل منها براحته. وسبحان الله ان العناكب ما بتلزقش في الخيوط بتاعتها، ودي حاجة ربانية ان هو بيقدر يستخدم الخيط يلزق على الكائن الحي اللي قدامه، ولكن هو لا، يعني حتى لو ايدك جت عليه هو بيلزق عليك. انما العنكبوت بيقدر يتحرك بكل سلاسة وببساطة جدا على الخيط بحيث ان هو يقدر يروح ويجي في ثواني من غير ما بيمسك فيها. كل رجل من رجل العنكبوتات العناكب عموما هو فيها سنين صغيرين كده، هبقى اصورهم لكم في مره بحيث ان انتوا تقدروا تشوفوا الطرف بتاع الزواحف بتاعنا او الحشرات او المفصليات بتاعتنا.
زي ما انتم شايفين. بصوا هو كل ده بيحاول يثبتها بحيث ان هو ما يبقى لهاش اي مجال للهرب خالص. ويبتدي بقى يخزنها، سواء محتاجها دلوقتي بياكلها، مش محتاجها بيسيبها عنده لحد ما يجوع ويبتدي ياكلها. وطبعا الموضوع دوت يعني بياخد منه وقت، فانت ممكن تقعد تتفرج عليه، ممكن نص ساعة، ممكن ساعة، على حسب كل عنكبوت وطريقة صيده وطريقة اكله وكل حاجة عموما. فيارب تكونوا اتبسطتوا. الفيديو كان بسيط، واشوفكم في حلقة تانية.